في صباح بارد من شهر فبراير، غطى الضباب الكثيف أزقة قرية إمليل الواقعة في سفوح جبال الأطلس الكبير. كان الصمت مخيما على البيوت الحجرية، إلى أن اخترقه صراخ امرأة عجوز تدعى لآلة رقية، عندما عثرت على جثة شاب ملقاة خلف زريبة مهجورة. كان الشاب غريبا عن القرية، في 30 من عمره، وسيم، ويرتدي معطفا أنيقا لا يناسب طقس الجبال. على صدره وجدت طعنتان نافذتان، وفي يده ورقة صغيرة كتب عليها: الحقائق تدفن في الجليد، لكنها لا تموت. استدعيت الشرطة من مراكش، ووصل المحقق ياسين بوزيان المعروف بدهائه وهدوئه. كان رجلا في بداية الأربعينيات، يحمل في عينيه ظل ماض ثقيل لا يفارقه، زائر من الماضي. بدأ ياسين تحقيقاته بجمع شهادات السكان. لم ير أحد الشاب من قبل، ولم يبلغ عن أي نزلاء جدد في النزل المحلي، ولكن لآلة رقية قالت شيئا غريبا: لقد رأيته قبل 30 سنة، نفس الوجه، نفس العينين، لكنه كان طفلا يومها. اعتقد الجميع أنها تخرف، إلا أن المحقق لاحظ أن هناك شيئا لا يتطابق مع المنطق. عاد إلى مراكش وبحث في سجلات المفقودين والمجهولين في تلك المنطقة، وظهرت الحقيقة الأولى. في سنة 1993 اختفى طفل يدعى عادل بوحسين في ذات القرية أثناء رحلة مع والده، الضابط المتقاعد الحج بوحسين. لم يعثر على أي أثر له، والملف أغلق لاحقا باعتباره حادثة ضياع في الجبال. لكن الطفل لم يكن وحده، كان هناك طفل آخر في الرحلة، ولم يذكر اسمه في التحقيقات. بيت الأسرار. توجه ياسين إلى منزل الحج بوحسين في حي راق بمراكش. الرجل تجاوز 70، منهك، لكنه لا يزال يحمل كاريزما السلطة. عندما سئل عن عادل، أجهش بالبكاء وقال: لو كنت أعلم أن الماضي سيعود بهذا الشكل، ما كانت سمحت له بالرحلة. لكن المحقق لاحظ شيئا مريبا في كلامه. بعد ساعات من الضغط النفسي، اعترف الرجل بأن عادل لم يختفي وحده، كان برفقته طفل آخر يدعى ياسين. نعم، هو نفس اسم المحقق. الصدمة أصابت ياسين كصفعة. هل هو ذلك الطفل؟ بدأت الشكوك تتسلل إليه، وبدأت الذكريات القديمة تتدفق كالشظايا. كهف مظلم، رجل يصرخ: دماء، وصوت طفل يبكي. الكشف.